وفقاً لمعلومات مصرفية فإن أكثر من 6 ملايين من الدولارات المزورة اجتاحت السوق اللبناني، معظمها من فئة $50، والخطير أنها تمر عبر ماكينات عد وفحص النقود دون أن تكشفها. ونعرض عليكم فيما يلي أبرز وسائل الفحص اليدوي للتعرف إلى هذه الفئات. أولاً، فئة $50. ملمس الورقة على هذا الوجه من العملة وفي هذا المكان تماماً تكون خشنة بشكل ملحوظ في الأصلية، بينما هي ناعمة في المزورة. من خلال حف هذه الدائرة الخضراء في الورقة الأصلية على ورقة بيضاء فإنها تترك لوناً أخضراً على الورقة، بينما المزورة لا تترك أي أثر. التثبت من شريط الأمان في الورقة والوجه المخفي من خلال عرضها خلال الضوء. ثانياً، ورقة $100. بتحريك الورقة يتغير لون هذه المنطقة من الذهبي إلى الأخضر الغامق وبالعكس. بتحريك الورقة أيضاً ترى رقم 100 مكتوب داخل هذا الشريط الأزرق. ملمس الورقة على هذا الوجه من العملة وعلى كتف روزفلت تماماً تكون خشنة بشكل ملحوظ في الأصلية، بينما هي ناعمة في المزورة. يمكن تمرير عود ثقاب أو مسواك خشبي صغير في المنطقة بين الشريط الأزرق وجسم الورقة. التثبت من الوجه المخفي وشريط الأمان من خلال تمرير الورقة من خلال الضوء.